كيليان مبابي هو الاعلى راتب في فريق ريال مدريد، رقم 10 ومنفذ ضربات الجزاء. فينيسيوس جونيور قال لك ما راحش يعاود في الريال. واخيرا بيلينغهام نجحت العمليه تاعو لكن راح يغيب لمده طويله على الفريق. هيا نشوفوا اخبار فريق ريال مدريد قبيل بدايه الليغا الاسبانيه. ابارامون هذه المره كيليان مبابي كان سيطر على كل شيء. كيليان مبابي رقم 10، كيليان مبابي منفذ ضربات الجزاء، كيليان مبابي الاعلى راتب في فريق ريال مدريد ب 26 مليون يورو. اقاويل كثيره سمعناها على فينيسيوس جونيور بانه ما راحش يعاود في ريال مدريد، ولكن اون فان كونت فينيسيوس هو اللي جا الاول للتدريبات، وكنا شفنا صور اليوم على الانستغرام الخاص بفريق ريال مدريد. بيلينغهام خضع لعمليه جراحيه ناجحه، ولكن مشكل كبير راح يوقع في وسط الميدان لانه بيلينغهام راح يغيب حوالي 3 اشهر منذ بدايه البطوله. طلبه موندي وميليتاو 3 لاعبين. تشافي الونزو قال لهم غير روحوا شوفوا فريق الموسم القادم لانه ما عندكمش مكانه في هذا الفريق. هذا الشيء كان جاء عبر صحيفه ماركا اللي اكدت هذا الخبر، واكدت بانه هذا الثلاثي لا يدخل من قائمه تشافي الونزو هذا الموسم. الى حد الساعه الفريق عاود ولا بمعنويات مرتفعه. تشافي الونزو يحاول وضع مع الموسم القادم. في رايكم انتم هل سيواصل فينيسيوس جونيور؟ اكيد راح يواصل. وهل سينجح تشافي الونزو في مهمته في تدريب الريال هذا الموسم؟ خلونا هذا الشيء في التعليقات.